انا النهارده يا جدعان انا اسعد يوم في حياتي. اقول لكم ليه بقى؟ عشان انا هتكلم عن اكتر واحد انا بحبه جدا 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 وانتوا عارفين كده كويس، وهو رومان رينز. لو انتوا شفتوا الفيديوهات اللي فاتت اللي كانت على قناه بستور، برضو روح اشترك برضو في القناه لو انت لسه مش مشترك، كنت هتشوف بقى مدى الحب والتقدير لهذا الشخص. بصراحه بص في التعليقات بتاعت الفيديو ده دلوقتي وانت هتشوف دلوقتي انا معزتي عند رومان رينز عندي قد ايه، لدرجه ان انا مش طايق نفسي اللي انا اعمل الفيديو ده. يعني انت اللي بتعرفوش اللي انا مسجل الفيديو ده وانا صايم، وكمان بتكلم عن واحد انا اصلا بص يعني مش طايقه لله في لله، بس يعني ايه استحملوني قوي في الفيديو ده. النهارده بقى هنتكلم عن فيديو ليه بكره رومان رينز. تنبيه هام قبل ما ابدا، في ناس بتاخد الكلام ده قفش، فعاوز اقول للناس دي اهدوا اهدوا اهدوا. ده رايي الشخصي في الفيديو، انت اكتب برضو رايك تحت في التعليقات، محدش هيعضك مثلا ولا حاجه، ومش مستدعيه خالص اللي انت تكتب التعليق وتجري. ليه خايف تواجهني؟ يعني انت كاتب تعليق سلبي وكمان بتجري ما بتردش عليا كمان. فلو انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي وبتحب رومان رينز، انت على راسي من فوق والله العظيم. ويلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا كده انا مش هتكلم رومان رينز اتولد فين ولا اتولد امتى وبتاع، انتوا اكيد يعني الناس اللي فاهمه في السلسله دي كويس عارفين ان انا ما بتكلمش في الشكل ده، او ما بتكلمش بشكل وثائقي تخلي يعني الواحد يمل شويه. انا هكلمك في الصميم انا ليه بكره الشخص ده فعلا. بس قبل ما اقول لكم على الشخص ده، تعالى نتكلم عن كاريره في المصارعه الاول. اول حاجه رومان رينز هو من عيله كلها مصارعين. انت اكيد عارف عيله رومان رينز عنده قد ايه. روك، راكيشي، الاوسوس، ناس كتير جدا، لدرجه ان اجداده كمان ان هما الاثنين دول، بس انا مش فاكر فعلا اسمهم، بس هما يعني من نفس العيله من نفس النسل يعني. فيعني عيلته كلها مصارعين. ونفس الكلام برضو اللي بيحصل في المكسيك، اللي هو ايه، ان هو مثلا ابويا مصارع فانا لازم ابقى مصارع زي ابويا. المهم رومان رينز ما كانش عاجبه حكايه المصارعه دي واتجه لمجال تاني وهي كره القدم الامريكيه. اكيد انتوا عارفين المعلومه دي. جون سينا برضو كان في كره القدم الامريكيه، كان رقم 54. بروك ناسدر، بس بروك ناسدر كان الفرق ان هو راح المصارعه وساب المصارعه راح كره القدم الامريكيه. هتلاقي فعلا لاغلب المصارعين هم كانوا في كره القدم الامريكيه. المهم ان رومان رينز كان حريف في كره القدم الامريكيه، وكانوا بيقولوا عليه ان هو افضل مدافع، فيعني كان يستمر في كره القدم الامريكيه يعني. المهم ان هو دخل في فرقه حقيقيه في سنه 2007 ولكن اعتزل في اواخر 2008. يعني مش فاهم بصراحه، يعني جمال عبد الناصر اشعر بالكرياتيفيتي دلوقتي. المهم من بعد موضوع كره القدم الامريكيه اضطر ان هو يروح المصارعه، او مش اضطر، لا هو يعني حب ان هو يخش برضه مجال المصارعه. يعني ايه، هو ما لقاش نفسه كره قدم امريكيه، راح لمجال المصارعه اللي هو المفروض عيلته كلها مصارعين هناك. المهم ان هو التحق يعني بالاف سي دبليو اللي هو المفروض الاتحاد بتاع فلوريدا، وكمان كان الاتحاد التطوير الدبليو دبليو اي. ورومان رينز ما كانش اسمه رومان رينز، كان اسمه رومان رياكي حاجه زي كده. استنى والله لا اجيب الاسم، استنى رومان لياكي. المهم يعني ان رومان رينز كان في الاتحاد ده كان شغال. يعني مش هقدر اقول لك ان هو كان ناجح جدا في الاتحاد ده او ان هو اتشهر مثلا في الاتحاد، ومش بقول كده عشان انا بكرهه، لا هو فعلا يعني ما خدش صيت قوي زي مثلا جون موكسلي ولا اللي هو تايلر بلاك ولا الناس دي. فاللي هو رومان لياكي عادي يعني مصارع كويس تمام يجي منه ما فيش مشاكل يعني. فالمهم ان فينس ماكمان شال الاي سي دبليو، او ان هو يعني لغى حاجه اسمها الاي سي، عرض الاي سي دبليو، وبدلها بعرض تاني اسمه NXT. فالمهم يعني ان هو فينس ماكمان خد الاف سي دبليو دمجها مع NXT، ان هو مصارعين من الاف سي دبليو يلعبوا في NXT عادي. رومان لياكي برضو كان نفس الكلام، يعني برضو ايه، لاعب يجي منه او مصارع يجي منه مفيش اي مشاكل، ما كانش ليه صيت برضو زي ما انا قلت لكم في الاف سي دبليو والكلام ده كله. ويعتبر اشهر حاجه هو لعبها في NXT، وكان ضد واحد اسمه باركر حاجه كده، سي جي باركر. المهم ان كان في حاجه حصلت غيرت من كارير ومسيره رومان رينز، نطورته بص اللي هو ايه 5 سنين قدام كمان. في عرض السرفايفر سيريس في اخر 2012 لما كان ماتش المين ايفنت سي ام بانك راي باك جون سينا كانوا بيلعبوا، وكان الماتش كان مكسر الدنيا، وكان بص اللي هو حماس جدا وبتاع. فايه اللي حصل؟ ايه ده، جون موكسلي وتايلر براك ورومان رينز كونوا اعضاء ذا شيلد، والمفروض ان هم هجموا على راي باك لصالح سي ام بانك. ويعتبر في اللحظه دي، ايوه في اللحظه دي، سي ام بانك تم السنه باللقب الدبليو دبليو اي بمساعده ذا شيلد. طب هتقول لي طب هو ليه يعني الموضوع ده كان مصيري بالنسبه لرومان رينز؟ احب اقول لك ان سي ام بانك اللي هو اصلا مكون الاعضاء بتاع ذا شيلد ما كانش عاوز رومان رينز اصلا. هتقول لي طب انت جبت الكلام ده منين؟ ما انت ممكن تكون بتالف. لا، احب اقول لك ان سي ام بانك في البودكاست لما كان عامله مع كول كافانا كان بيقول ان هو اصلا مختار كريس هيرو هو اللي المفروض يكون عضو من اعضاء ذا شيلد مكان رومان رينز، ولكن دبليو دبليو اي اختارت رومان رينز عشان بس كان شكله حلو
وان هو ابن عم ذا روك. المهم نرجع لموضوعنا. ذا شيلد كانت من اقوى الفرق الجديده بتاعه الشباب، كانوا مكسرين الدنيا وكانوا يعتبر فرقه محبوبه جدا. بالمناسبه الاغنيه اللي هم بيخشوا عليها دي كان في كلام كده بيقولوها، كانت باصواتهم على فكره. تعالوا نسمع كده. سييرا هوتيل انديا ايكو ليما دلتا شيلد. جمهور الدبليو دبليو كان مبسوط جدا بذا شيلد، والناس برضو بدأت ان هي ترجع تتفرج على الدبليو دبليو تاني على حس ذا شيلد، اللي هو مين دول، ايه الفرقه الجامده دي. وتحس حتى ان لبسهم تحسهم بودي جاردات، يعني اللي هو ايه، اللي هو لابسين كده لبس فعلا زي الدرع. عارف انت، انا فاكر وانا صغير الفرقه دي كانت من اكتر الفرق المحبوبه اللي انا بحبها جدا، وكانت لما تيجي مثلا في ماتش او حاجه انا بتابع كل ماتشاتهم. ممكن نعمل لها فيديو منفصل لوحده عشان الفرقه دي فعلا كويسه جدا وكانت قويه جدا. المهم اللي احنا هنتوقف بس او هنركز على حته ان ذا شيلد دخلوا في عداوه مع الازورتي ضد تريبل اتش وباتيستا وراندي اورتن. ايوه، ثلاثي اعضاء ريفولوشن، وكسبوا عليهم مرتين، واحده في الاكستريم رولز والتانيه في البي باك. ولكن عاوزين نتوقف على حته البي باك دي شويه، ان في عرض الرو اللي بعد البي باك حصل انقلاب على ذا شيلد. سيس رولينز مسك الكرسي وخبطها على رومان رينز. ياه مزيك، انت هتعيش الدور. انا دلوقتي بقت كل ما اشوفها انا عندي على الموبايل الحته دي. المهم فريق ذا شيلد انفصلوا عن بعض. جون موكسلي بقى دين امبروز، وتايلر بلاك بقى سيس رولينز، ورومان رينز بقى رومان رينز عادي يعني. المهم ان الدبليو دبليو كانت بتحاول بقدر الامكان ان هي تخليك تبص على رومان رينز، تخلي رومان رينز ملفت للانظار شويه. فمن الاول الدبليو دبليو كانت بتتعامل مع رومان رينز معامله خاصه شويه. المهم ان من بعدها دين امبروز دخل في عداوه مع سيس رولينز، ورومان رينز كان بيشارك في الماتشات اللي فيها احزمه مهمه يعني. ولكن الدبليو دبليو شركه مش غبيه، بالعكس الدبليو دبليو عاوزه تخليك تحب رومان رينز. عارف يعني ايه؟ يعني هو جبرك على ان انت تحب. لا، لسه مرحله الاجبار دي بعد كده. الدبليو دبليو كانت بتتعامل مع رومان رينز اللي هو ايه، بص ده هيبقى وجهه الشركه، بس احنا ما نعرفش هو هيبقى وجهه الشركه ازاي. اكيد انا مش هتكلم عن الماتشات اللي شارك فيها رومان رينز، لان الماتشات دي بصراحه كانت كتيره، مش عاوز برضه اطول من مده الفيديو. لو عاوزين تكلموني على حته ليه بكره رومان رينز، احب اقول لك ان انا مش بكرهه بشكل شخصي، لا انا ممكن اكون بكره تعامل الدبليو دبليو مع رومان رينز. رومان رينز هو مجرد ممثل، رومان رينز هو مجرد مصارع يقول له يمين يمين شمال شمال، مش اي مشاكل. المهم ان رومان رينز اتصاب سنه 2014، وده اللي ادى لان الدبليو دبليو تدي فرص اكتر لدين امبروز وسيس رولينز اللي اثبتوا نفسيهم بصراحه في العداوه بتاعتهم، لغايه لما 2015 دانيال برايم رجع من الاصابه. هتقولي طب وايه علاقه الموضوع ده برومان رينز؟ لا لا لا، ده في فيلم بعد كده هتحصل بعديها برومان رينز، هتفهم دلوقتي. المهم ان دانيال برايم اللي انت ما تعرفوش اتسحب منه الالقاب بعد ما كسب في راسلمانيا، وجون سينا خدها، وبعد كده بروك نازر خدها. فالجمهور كان متحمس جدا لفتره دانيال برايم، وان هو هيشارك في المين ايفنت بتاع راسلمانيا ويلعب ضد بروك ليزنر. في نفس الوقت ان دانيال برايم رجع فيها من الاصابه، رومان رينز برضه رجع فيها من الاصابه، والدبليو دبليو عاوزه تدفع بمين؟ مش تدفع بدانيال برايم، عاوزين يدفعوا بايه؟ ايوه ركز معايا، رومان رينز. فايه اللي حصل؟ الدبليو دبليو نيمتهم 14، خلت دانيال برايم يا عم يشارك في الرويال راب لغايه لما ما عادش 10 دقايق وبراي وايت وقعوا في الاخر. الجمهور حرفيا قعد، مش عاوز اشتم يا جماعه عشان احنا بص في رمضان، قعد يعمل خخ كتير. الجمهور قعد يخخخ كتير لاخر العرض. ولما رومان رينز دخل وقعد يقصي الناس وقعد يعني يوقع في الناس، فده كانت مؤهل او مؤشر مش حلو. الدبليو دبليو كده بتدفع برومان رينز، معنى كده ان الدبليو دبليو ظهرت على حقيقتها ان هي عاوز تدفع برومان رينز، وان هو يعتبر الدبليو دبليو هتفرض علينا رومان رينز زي ما فرضت علينا جون سينا. المهم ان رومان رينز كده كان كسبان الرويال رامبل، وكانت باينه جدا. حتى لما ذا روك رجع، مش عارف هو رجع ليه، بس هو بس عشان رومان رينز ما ياخدش الاستهجان ده كله، يعني ده ابن عمه برضه، مع انه ذا روك يعتبر كاريزما وحلو على المايك ومحبوب والجمهور كله بيحبه، ولكن حرفيا في اللحظه دي كان بيتم استهجانه مع رومان رينز عادي. ودي كانت اول مره الجمهور يبقى ليه صوت، اول مره يبقى الجمهور بيقول للدبليو دبليو في وشها لا ما تفرضيش عليا لعيب، ولا تفرض عليا مصارع، ولا تفرض عليا اي حاجه. الجمهور حرفيا اتعصب من بعد العرض، ولكن الدبليو دبليو عشان تصلح وتخفف عن الموضوع ده خلته في عداوه مع دانيال برايم. احب اقول لك هو العداوه كانت ايه ما تعرفش، هو بس ايه عامل لهم عداوه، اي عداوه واي حاجه وخلاص، عشان مين اللي هيشارك فيهم في المين ايفنت ضد بروك ليزنر. وفعلا حصل، لعبوا مع بعض في الفاست لين، ولكن رومان رينز فاز.
جاي بقى. من بعدها WWE كانت مخططه ان رومان رينز ينتزع الالقاب من بروك ليزنر على فكره في الراسلمانيا في المين ايفنت قدام جمهور الراسلمانيا كلها، وحرفيا انت عارف حضور الراسلمانيا بتبقى قد ايه، وان WWE يعني عشان بس تخفف من الجمهور يعني وكده دانيال براين كسب بحزام الولايه، مع اني كنت شايف ان دين امبروز بصراحه هو اللي كان المفروض ياخدها. تعالوا نتكلم عن ماتش المين ايفنت بتاع رومان رينز وبروك ليزنر. مش عشان انا بكره رومان رينز فاقول لك ان الماتش وحش جدا ايه القرف ده، لا 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 خالص. انا تقريبا وقتها كنت في اولى ثانوي وكنت مستمتع جدا بالماتش، والماتش كان روعه. الناس بس معترضه على ان رومان رينز ياخد الالقاب وهو لسه صاعد، لغايه لما ايه اللي حصل. سيس رولينز رجع الشنطه، صرف الشنطه، كسب الحزام. احب اقول لك ان ده نهايه فعلا ما كانتش متوقعه. انا وقتها انا فاكر يا جماعه لما كنت بتفرج على العرض ده زمان او لما كنت بتفرج على الماتش ده زمان انا كنت متضايق جدا وفعلا كنت زعلان. سيس رولينز انا كنت بكرهه، يعني انا كنت بكره رومان رينز وبكره سيس رولينز، يعني اللي هو سيس رولينز ده كان شخصيه مكروهه جدا وكنت بكرهه. نهايه مثاليه للعرض الراسلمانيا كلها، ايام ما كان العرض الراسلمانيا كانت ليله واحده مش ليلتين. المهم ان كده كده من بعديها انا ما كنتش متضايق من رومان رينز طالما هو ما كسبش بالالقاب وبتاع ويطلع بمجهوده، ده احسن حاجه انا شايف. ولكن الدبليو دبليو اي كانت عندها عرق كده، حته كده اللي هو ايه اللي هو لا انا هخلي رومان رينز هو بطل الشركه، يعني هخليه بطل الشركه. ولكن من اهم العداوات يعتبر اللي عملها في سنه 2015 هو تقريبا عداوته مع براي وايت وعداوته مع دين امبروز. عداوته مع دين امبروز اللي حصل في السرفايفر سيريس بتاعت 2016 وبالفعل رومان رينز كسب، ولكن شيماس اتدخل اداله دروب كيك وشيماس عدى عليه وكسب بحزام الدبليو دبليو اي. وبيني وبينكم بصراحه انا حسيت ان في حاجه غلط، يعني بجد يا جماعه ركزوا في عداوه رومان رينز مع تريبل اتش. انا حاسس ليه ان العداوه زي دانيال براين وتريبل اتش اللي حصل في راسلمانيا 30 عدت سنتين عليها، يعني اكيد فاكرين السيناريو بتاع ده والسيناريو بتاع ده، يعني ما عدش 10 سنين مثلا، يعني اللي هو الناس هتنسى. يا جماعه مش بهرج، يعني تريبل اتش هو اللي بيمثل الصوت ورومان رينز هو يعتبر اللي المظلوم والاندر دوج واللي هو المفروض الناس كلها متآمرين عليه. ازاي بقى متآمرين عليه ورومان رينز لسه طحنه قبليها قبل الرويال رامبل؟ المفروض ان الرويال رامبل كانت مصممه عامله ازاي؟ بجد هضحكك. المفروض ان الرويال رامبل ده مش على اللي هيتأهل للراسلمانيا، لا هيبقى على اللي هيكسب بحزام الدبليو دبليو. انت كده كنسلت المصارعين كلهم، عمر ما المصارعين كلهم هيكسبوا حزام الدبليو دبليو غير رومان رينز. المهم يعني ان رومان رينز فضل للنهايه كالعاده لغايه لما سمعنا موسيقى تريبل اتش. في ناس شايفه ان هي مفاجاه، بصراحه انا اتفاجئت على فكره لما اتفرجت على العرض ده اول مره، لكن حسيت ان تريبل اتش ما هو هيوقع رومان رينز عشان ياخد الحزام خلاص كده. مع ان دين امبروز بصراحه انا شايفه مظلوم يا جماعه في الفتره دي. دين امبروز موهبه بجد، بس دبليو دبليو مش عايزه تستغلها. المهم يعني ان تريبل اتش كسب بالحزام ورينز هو المظلوم. بس مطربه شويه، بس هو كان السيناريو مطرب شويه. المهم ان احنا جينا على موسم الراسلمانيا. بيني وبينكم بصراحه انا المين ايفنت ده كنت حاطط فيه امل، السيناريو مش عاجبني وباين قوي ان رومان رينز هو اللي هيحتفظ باللقب، ولكن لو كانوا خرجوا بماتش حلو وماتش كويس. ولكن ايه اللي حصل بقى؟ بجد والله انا كنت بتفرج على الماتش عامل ازاي، رومان رينز باصص له كده وتريبل اتش باصص اللي هو يا للجبار. يا جماعه هو مين بيتنمر على مين في الماتش؟ يعني يا جماعه تريبل اتش هو الشرير، رومان رينز هو الطيب. مين طيب يعمل كده في الشرير؟ يعني المفروض ان الشرير هو اللي يبقى مسيطر على الماتش اكتر عشان تبين له ان هو شرير، صح؟ ولكن لا، رومان رينز كان بيستهزأ بتريبل اتش. يا جماعه مين بيتنمر على مين بجد؟ دانيال براين فعلا تبص عليه بيبان ان هو فعلا مظلوم، يبان ان هو فعلا جسمه سخيف والدبليو دبليو مش عاوزه تديله فرصه، فانت بتبقى مع دانيال براين كده يعني اللي هو اللي هو حتى لو انت ما بتحبش دانيال براين. المهم يعني ان الراسلمانيا او المين ايفنت بتاع الراسلمانيا كان مخيب للامال جدا. المهم ان رومان رينز دخل في عداوات بقى كتيره، ويعتبر اكتر حاجه انا فاكرها في العداوات بتاعت سنه 2016 يعني عداوته مع روسف. عداوه اي كلام، وعداوه يبين فيها ان رومان رينز هو المظلوم وهو والكلام ده كله. وعرض الرو اللي بعد الراسلمانيا وقتها ظهر اكتر فيديو مشهور لرومان رينز. I'm not a bad guy. I'm not a good guy. I'm the guy.
رومان رينز مش عارف يلعب الكاركتر بتاعه صح. رومان رينز انا مش متضايق منه كشخص، ولكن انا متضايق منه مش مجتهد، حاسه كسول يا جماعه، ما بيبذلش مجهود ان هو يعمل الشخصيه دي صح وعلى اكمل وجه. رومان رينز وقتها دخل في عداوه مع ايجي ستايل، اللي في عداوه وقتها مع روسيف. المهم بعد كده نيجي على سنه 2017، مش عاوز اتكلم فيه بصراحه عشان هتكلم بحرقه بقى المره دي. ازاي رومان رينز في عرض الرويال رامبل يتهزم على ايد كيفن اونز وتجيبهولي ان هو يشارك في الرويال رامبل فجأة كده؟ الموضوع ده يا جماعه مش اول مره، لا حصل قبل كده برضه في سنه 2022 في الرويال رامبل لو تفتكروا. بروك نازر اتهزم من بابي لاشلي وشارك في الرويال رامبل عشان المفروض خسر خلاص مشي. لا هو بروك نازر شارك في الرويال رامبل وهيكسب نفس الكلام، ولكن الفرق بقى ان هو رومان رينز ما كسبش. المهم ان اكتر حاجه نرفزتني في عرض الرويال رامبل هو ان رومان رينز وقع ذا اندرتيكر. الرويال رامبل بتاعت 2017 بالذات كان فيها نجوم كتير، كان فيها جولدبرج وكان فيها بروك ليزنر وكان فيها ناس كتير عتاولة يعني حلوين يعني، لكن ذا اندرتيكر انت ما ينفعش تهدره بالشكل ده. اندرتيكر اصلا ما بيشاركش في الرويال رامبل في العادي على فكره، اخر مره والله شفته يعني كان في الرويال رامبل بتاع 2001 والرويال رامبل بتاعت 2007. جماعة الفترة دي لأندرتيكر كانت فترة حزينة جدا، دي كانت أكتر حاجة نرفزتني. فحصل حاجة يعني من أكتر الحاجات اللي هو يعتبر فينس ماكمان المفروض يندم عليها، وهو إنه دخله في عداوة مع ذا أندرتيكر وقدمه من أسوأ ماتشات تيكر، أسوأ ماتش من بعد مثلا ماتش راسلمانيا 30. من بعديها رومان رينز كسب بأمارة ما تفهمش. كان فترة حزينة جدا على ذا أندرتيكر، أنا حرفيا زعلت، أنا قلت ده اعتزاله. أكتر حاجة برضو كنت فاكرها بتاعت سنة 2017 هي الماتش الرباعي اللي كان ما بين ساماو جو وسترومان وبراك ليزنر ورومان رينز في السمر سلام. متوقع بصراحة ان الماتش هيطلع حلو، بس هقول لك ليه، هو مش من شطارة براك ليزنر ورومان رينز، لا لك الماتش ساماو جو بصراحة كان اداؤه حلو جدا في الماتش ده. سترومان مع اني ما بحبوش بس ادى برضه. رومان رينز كان متحرك على الاقل، براك ليزنر كده كده كسول بس على الاقل عمل كام حركة حلوة. تعال بقى نخش على سنة 2018، من اكتر العداوات اللي فتحوها تاني يعني بروك نازر هو كان وقتها معاه الحزام. رومان رينز كان متضايق جدا ان بروك نازر هو واخد الحزام، ان هو يعتبر ما بيشاركش في العروض وهو بطل والكلام ده كله. صدقني يا جماعه ده العداوه. فالمهم يعني ان رومان رينز دخل في عداوه مع بروك نازر في الراسلمانيا. هتقول لي انت ليه ما اتكلمتش على الرويال رامبل او ليه ما اتكلمتش على العروض الشهريه اللي بعد كده؟ احب اقول لك ان ما فيش حاجه مؤثره حصلت في فتره رومان رينز. يعني الناس كلها كانت متوقعه ان رومان رينز هيكسب، لان المفروض في اقاويل بتقول ان بروك نازر هيرجع لليو اف سي تاني. ولكن ايه اللي حصل بقى في الموضوع؟ ان بروك نازر كسب عادي تن لا ده بجد مش نكته، ده هو بروك نازر حرفيا كسب ماتش. انا مش فاهم الماتش ده عباره عن ايه. رومان وبروك دخلوا في ماتش اعاده كان في السعوديه وقتها، ولكن بروك نازر كسب. مش المفروض رومان رينز وقع؟ يعني المفروض ان رومان رينز هو اللي وقع، يعني المفروض رومان رينز هو اللي كسب. ايه اللي خلى بروك نازر هو اللي يكسب بالحزام؟ المهم ان في سمر سلام بتاعت 2018 اخيرا رومان رينز كسب بالالقاب. اخر حاجه تتخيلها ان انا ممكن امدح في فتره رومان رينز مع الالقاب، يعني اللي هو رومان رينز يكسب بالحزام انا مبسوط. المهم لا مش هتكلم عن سنه 2019 خالص لان الفتره دي كانت كئيبه جدا. انت ممكن تتفرج على قناه انا بحبها جدا وهي حديث الحلبات، ده تقريبا لخص لك كل الفتره بتاعت 2019، جاب لك كل العروض الشهريه بتاعتها ممكن تستفسر منه. المهم يعني في سنه 2020 كان المفروض دخل في عداوه مع جولدبرج، ولكن رومان رينز قال ان هو مش هيشارك في الراسلمانيا اصلا، ودي يعتبر كانت مفاجاه كبيره جدا. ولكن بدلوه بسترومان عادي، يلا اي كلام بقى، هو اصلا كده طز في القصه ما فيش اي مشاكل يعني. المهم يعني ان في اشاعات كده هنا وهناك من بعديها قال ان WWE فقدت الثقه في رومان رينز. لكن بقى تعالوا نبص على ابرز الحاجات اللي حصلت سنه 2020 بالذات. المفروض ان كانت في فتره كان دخل وقتها ذا فيند في عداوه مع سترومان، ظهر حد كنت اخر واحد انت ممكن تتصوره انه ممكن يظهر في العرض ده، وبشخصيه جديده وبستايل جديد كمان انت ممكن ما تتخيلهاش من شخص محبوب وبيبي فيس زي رومان رينز، وهو شخصية الترايبل تشيف.